السلام عليكم ورحمة الله. أمس فتحت التويتر قاعدين نشوف أين وصل الناس إيش الجديد، والذي لفت انتباهي أنه في هاشتاج متصدر الترند وعليه آلاف التغريدات بعنوان عجيب جدا. عنوان الهاشتاج: اليمنيين غير مرحب بهم من الشعب، يعني الشعب السعودي. دخلت الهاشتاج هذا يعني تعرف يعني ايش السبب يعني الذي خلى الناس يكتبوا ويرفعوا الهاشتاج هذا. دخلت اشوف تعرف ايش الكارثة اللي قد عملناها احنا اليمنيين. بس للأمانة انه اغلب المنشورات اللي تحت الهاشتاج هذا ضد الهاشتاج وضد عنصريته. جلست ادور علشان اوصل للشيء الذي طلع الهاشتاج هذا. شفت انه الناس كاتبين انه يمني يدهس رجل امن، وناس يقولون يمني يطعن رجل امن. المهم خلينا نقول تصرف او سلوك خاطئ او جريمه، وهي فعلا جريمه تسبب فيها 3 أو 4 يمنيين، وتعمم الموضوع على ملايين اليمنيين اللي في السعوديه. ساعتها جت في بالي القصه المعروفه عند الكل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم راح للطائف ونبذوه كل اهل الطائف، بل انهم رسلوا المجانين والصغار ويسبوه ويطردوه ويراجموه بالحجار، حتى أنه صلى الله عليه وسلم سالت الدماء منه. ثم بعد ذلك ينزل ملك الجبال يقول للرسول: يا محمد، أطبق عليهم الأخشبين، أغلق الجبلين عليهم وأنهيهم؟ قال الرسول: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. مجتمع كامل نبذه، يعني تصرفهم كان كلهم سلبي، عامتهم. وكان الرسول عنده حق أنه يعني يعمم السلبية عليهم، لكنه ما عممش. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم متفائل ومؤمل فيهم الخير، بالرغم أنه ما فيش حاجة تدعو للتفاؤل. وخرج من أصلابهم قبائل كثقيف وغيرها مسلمة. ما بالك عندما تعمم جريمة أو سلوك سيء على ملايين الناس بسبب تصرف بضع أشخاص. رسالة بسيطة فقط للناس الذي افتعلوا الهاشتاج هذا: تذكروا أن اليمنيين الذي قلت غير مرحب بهم يشكلون نسبة 80% من الاقتصاد التجاري والعقاري والخدمي للمملكة العربية السعودية بحسب موقع الجزيرة نت. تذكروا بس موقف المقيم اليمني الذي قبل شهر حصل 10 مليون ريال سعودي في الصحراء وأخذها وسلمها لمركز الشرطة وهو في أمس الحاجة لها، وضجت مواقع التواصل بهذا. تذكروا اليمني الذي بيشتغل في محطة خدمة سيارات الذي حصل 150 ألف ريال سعودي في سيارة مواطن سعودي وأخذها وسلمها له. وغيرها الكثير والكثير من المواقف الجميلة. ولو كان الطابع العام سيء عن اليمنيين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال عنهم أنهم أرق قلوبا وألين أفئدة، ولا قال عنهم أنهم أهل نصرة ومدد. الشعب اليمني معروف بجمال طبعه، بكرامته، بكرمه، بشهامته، بأصالته، بحسن تعامله مع الناس. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تربط الجريمة بجنس معين أو بجنسية معينة أو بانتماء معين، الجريمة تظل جريمة. وشوف يا صاحبي، والله لولا جور الزمان علينا والخناق والظلم الذي من حكوماتنا أننا ما خرجنا من بلادنا، ولا تحصل يمني خرج من بلاده. ما يخرج من البلاد الذي قال عنها الله: بلدة طيبة ورب غفور. واليمني عندما يخرج من بلاده مثل السمكة عندما تخرج من الماء، غير أن السمكة تموت لكن اليمني يبعث حياة إلى من حوله. فاستحملونا واصبروا علينا الفترة هذه، فالأيام دول، تلك الأيام نداولها بين الناس، وإن غدا لناظره قريب. الكلام هذا مش عنصرية أبدا والله، وإنما توضيح بسيط، ونسأل الله أن يجمع كلمتنا ويلم شملنا ويوحد أمتنا ويوفقنا إلى كل خير. السلام عليكم.